سجل التاريخ ان اول مولود يتولد في الكعبة، يتولد في الكعبة بجد، اللي هو من الكعبة من جوه مش من بره، حكيم بن حزام. اما قصة ولادته بقى كانت ان مامته قاعدة مع مجموعة من اصحابها كانوا بيتفسحوا، فكانت هي ساعتها حامل فيه، فدخلت الكعبة. وكان ساعتها في قريش في بعض المناسبات كانت الكعبة دي بتفتح للعامة، يعني أي واحد يدخل الكعبة عادي، هي مفتوحة في مناسبة. فدخلت الكعبة هي وصاحبتها، تمام، مرة واحدة تلاقي نفسها بتولد، ولدت فعلا في الكعبة. طبعا ده كان حدث كبير جدا ساعتها في قريش، ان واحدة تولد في الكعبة، بتولد في الكعبة يعني من جوه، فكانت حاجة كبيرة جدا. طب سؤال، مين بقى حكيم بن حزام ده اصلا؟ حكيم بن حزام ده في الحقيقة هو هيكون ابن اخو السيدة خديجة بنت خويلد، يعني طبعا عيلته ذا منصب كبير وثرية جدا وعندها نسب عالي. فالقريش ادت لحكيم بن حزام منصب اسمه منصب الرفادة، وده منصب كبير جدا في قريش. وكان برضو حكيم بن حزام صديق مقرب جدا للرسول، رغم من انه كان اكبر من الرسول بحوالي 5 سنين، بس كان الرسول بيحبه جدا وبيحب القعدة معاه، وبالذات لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة خديجة، فبقت علاقتهم مش علاقة صداقة بس، بل علاقة أسرة كمان. لكن تخيل بعد كل العلاقة المباشرة برسول الله، ألا إن حكيم بن حزام ما أسلمش إلا لما الرسول فتح مكة، يعني بعد حوالي أكتر من 20 سنة من الدعوة. بس أقول لك إيه، زي ما أنا اتصدمت كده، حكيم بن حزام نفسه كان مصدوم من نفسه أصلا، وقال إن هو ندمان على كل لحظة قضاها برا الإسلام، وإن إزاي إن هو ما دخلش الإسلام رغم إن الإسلام كان قدام عينه، يعني ده كان صديق الرسول، أكتر من كده إيه. حتى الرسول كان مصدوم برضو من عدم إسلامه. ففي مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بمكة 4 نفرا إربا لهم الشرك وأرغب لهم في الإسلام، فقالوا له مين هم يا رسول الله؟ فقال عتاب بن أسيد، جبير بن مطعم، حكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو، والحمد لله كلهم أسلموا الحمد لله يعني. وبعد ما أسلم حكيم بن حزام قرر إن هو يكفر عن كل ذنوبه، بس كان تكفيره عن ذنوبه غريب حبتين، لأنه قرر إن هو يبيع دار الندوة. لو كنت تعرف دار الندوة دي هي المكان اللي بيجتمع فيه قريش، أو كانوا بيجتمعوا فيه قريش عشان يتأمروا على الرسول، والله عشان يعملوا أي مؤامرة في التاريخ كانوا يروحوا يجتمعوا في دار الندوة، بمعنى أصح كده كان عندهم اللي هو دار التخطيط يعني. فعلا راح باعها ب1000 درهم. فسأله غلام وراح قال له انت بتبيع دار الندوة؟ دي دار الندوة. فقال له وايه المانع يعني، انا بعتها علشان اشتري بيها بيت في الجنة، وفلوسها دي لوجه الله. وبالفعل طلع كل فلوسها لوجه الله، وفضل الحكيم بن حزام يطلع لوجه الله، لدرجة ان هو حتى ما كانش بياخد نصيبه من بيت المال، وكان بيرفض ياخده لحد ما توفى، وفضل يطلع لحد ما مات. وبس كده خلصت الحدوتة.